الله الرحمن الرحيم. بعد التحية نتقدم إليكم بالشكر على اختياركم الحوار من خلال جريدة عبور. في البداية نود أن تقدم لنا سيدي مسيرتكم السياسية والعلاقة التي تربطكم بهذه المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لجريدة العبور، الجريدة التي لطالما كانت صوت الشريف، عبرت عن هذا في أماكن مختلفة وفي أوقات متفرقة مختلفة. أيضا جريدة تحاول ما أمكن أن تعبر عن حقيقة واقعية، بعيدا عن التزييف، بعيدا عن تلميع بعض الصور. وهذا ناقشته معكم آنفا في مدينة الرباط. سامي الطالب بويا لمن يعرفه ابن هذا الإقليم، ازداد به وتربى به أو تربى فيه وتمدرس وشغل في آنذته مسؤوليات كثيرة في الميدان الجمعوي. ترأست جمعيات كثيرة في إقليم بوجدور. أول جمعية ترأست في إقليم بوجدور كان سني آنذاك 17 سنة. أنا أتذكر اليوم أنني الروسي لاكارت ناسيونال لم أحصل حينها على لاكارت بصفة رسمية. الروسي تقطيع أساس الجمعية، جمعية الملتقى الشباب التنمية، هي جمعية تربوية. ما يخص الجمعية التربوية كنت دائما في أنشطة هذه الجمعيات طفلا شبلا من صحة العبارة. أنني تربيت في المنظمات الكشفية الشعبية والكشفية الوطنية. كنت شبلا وكشافا وجوالا ومساعد قائد وقائدا. بعدها ترأست جمعيات تربوية، جمعيات ثقافية، جمعيات تعنى بالمعوزين وبمحدودي الدخل، جمعيات رياضية. الحمد لله هي شهادة حق، شهادة أقولها في حقي، لأنه للأسف في هذا الزمان الذي اختلط فيه النابل بالحابل أصبحنا نجد متطفلين على مجالات عدة. للأسف أصبح من واجبنا أننا نتكلم عن أنفسنا وأننا نقول كلمة حق في ذواتنا. ترأست جمعيات كما قلت كثيرة، جمعيات مشاربها كثيرة، تربوية، ثقافية، اجتماعية، وتعنى أخرى بحقوق الإنسان. اليوم الحمد لله بعد مسار مشرف محلي، مشرف وطني. أنا أشغل اليوم مسؤوليات وطنية، مستشار رؤساء عدة منظمات وطنية، أشغل مستشار لعدة رؤساء وأشارك وأمثل في إقليم بوجدور في ملتقيات وطنية ودولية. وعليه فأنا ابن الدار وفي أربعة. نعم، شكرا سيد صامت. من خلال هذه المناسبة الانتخابية، هل لك أن تقدم لنا إنجازاتكم السابقة في المجال السياسي والاجتماعي والثقافي على مستوى إقليم بوجدور؟ إقليم بوجدور أستاذ الكريم إقليم تحدي، إقليم الذي بصراحة تواجدي اليوم فيه هو عربون محبة هذا الإقليم. كما ستذكر بعد ممارسة جمعوية مشرفة كنت فيها فاعل حي نشيط، انتقلت إلى العمل السياسي قبل 5 سنوات. لست من الأشخاص الذين عند اقتراب المواعيد الانتخابية يلبسون لباس حزب أو هيئة سياسية. لا، أنا ابن حزب التقدم الشرعي. بعد مسار جمعوي كما قلت من 17 سنة إلى 25 سنة أو 26 سنة، 9 سنوات من العطاء، انتقلت العمل السياسي في 2011 عندما أوليت لي مهمة الكاتب الإقليمي لحزب التقدم الشرعي لإقليم بوجدور، وعليه 4 سنوات أو 5 سنوات تقريبا من العطاء السياسي في هذا الحزب الذي هو الآخر. أشغل اليوم فيه مسؤوليات وطنية، أشغل عضو اللجنة المركزية للحزب، أشغل عضو المجلس المركزي للشباب الاشتراكية، أشغل عضو في لجان دائمة للمنظمة وللحزب أيضا. ولله الحمد
قدمنا الكثير في مستويات عدة. قدمت كفاعل جمعوي وأقدم اليوم كفاعل سياسي وطنيا. أقدم وطنيا ولن أتحدث عن الأمور بحيثيات أو لن أتحدث عن حيثيات الأمور. ما قدمته لإقليم بوجدور ولأبناء إقليم بوجدور يكفيني هذه اللحظة أن كل شخص سيشاهد إن شاء الله هذا اللقاء ويعرف أنه هو المعني بالأمر ويعلم ما قدمت له يكفيني ذلك دون الخوض في قدمته في هذا المجال. قدمت في مجالات عدة وقدمت الكثير في إقليم بوجدور، ومن يعني الأمر يعني سيشاهد اللقاء ويعرف أنه هو الهدف. نعم، شكرا سيد صامت. هل لديكم إلمام بالمشاكل التي تعانيها مدينة بوجدور؟ طبيعي. عندما قلت أنني ابن البار ابن وفي تربى وترعى في الإقليم ودرس في الإقليم، هذا على ما خير دليل سيجعلني أعرف أو أنا هو العارف. لأنه بصراحة البعض نراه في بوجدور بين المواهب بشكل موسمي، يأتي بوجدور بين يعني في لقاءات رسمية فقط. أنا ابن بوجدور الذي لا يتوانى عن يعني الحضور وعن تنقل هذا الإقليم حينما تأتي فرصة يعني ولو تكون فيها 4 أيام 5 أيام أتنقل إقليم بوجدور، لأنه الإقليم الذي كما قلت أعرف مشاكله مشكل فرد أعرف. يعني عندما قلت أنني تنقلت بين جمعيات فكل جمعية أتاحت لي فرصة معرفة يعني مشاكل أصحابها. عندما أقول أنني طلعت جمعيات أو كنت كاتب عن جمعية رياضية عرفت معاناة الرياض. عندما طلعت جمعية ثقافية عرفت يعني حسرة وتطلعات المثقف. جمعية تربوية عرفت طفل البوجدوري ومن خلاله الأب، من خلال الطفل عرف معاناة الأسرة البوجدورية. وعليه الحمد لله أنا عارف بمشاكل الإقليم شخص وشريحة ومجال. نعم، شكرا سيد صميت. ما هي مظاهر القصور في التسيير على مستوى بلدية بوجدور من وجهة نظركم؟ وما هي أهم المشاكل التي واجهتكم في حملتكم الانتخابية وما هو تعليقكم؟ بلدية بوجدور أو مجلس البلدي لبوجدور للأسف تدبيره لن أقول كلمة فاشل، لكنه تدبير غير مشرف نهائيا. وعندما أقول مجلس بوجدور وهذه مسألة على ما أظن سقط فيها العديد من المرشحين، عندما أقول مجلس بوجدور نتحدث عن المجلس البلدي بأسمائه وليس شخص دون شخص آخر. يعني خاصنا نكونوا يعني من خلالها نعتمد سياسي. هو مجلس فيه هيئات سياسية وليس هيئة واحدة، فيه أشخاص وليس شخص واحد. وعليه أقولها بصراحة، مجلس بلدي بوجدور مجلس لا يشرف عمله لا يشرف، غير جريء. الصالح العام غير حاضر، بل للأسف حاضرة الذاتية، حاضرة القبلية الضيقة، حاضرة يعني البراغماتية يعني الواضحة. وعليه الشيء الذي يعني جعلني أفكر مليا، وبعد طلبات من مواطنين ومن أمانة عام الحزب فكرت أنه جاء وآن الأوان أنني يعني أكون فاعل سياسي أدبر هذا الإقليم. صار الطلب داخل إقليم بوجدور أو داخل هذه المباراة من أجل ترأس بلدية بوجدور. شكون واضحين. بعض المرشحين كونوا صراحة، هناك مرشحين مدفوعين وهناك مرشحين بداو كيتحالفوا قبل ما بدرنا والو، بعد كيبين أن فعلا هناك يعني أمور في الكواليس لا تشرف. الإنسان داخل المباراة داخل أجل هرم النتيجة، المقصود هرم إن شاء الله هو رئاسة المجلس. كفء مثقف ابن الدار وعليه فيه جميع يعني الخاصيات التي تجعلني إن شاء الله أترأس مجلس بلدية بوجدور. يعاني مجلسه أو من يدبر المجلس الذي يدبر للأسف الكفاءة شبه منعدمة، الجرأة شبه منعدمة، والغيرة على الإقليم شبه منعدمة للأسف. وعليه جاء الأوان أن ما شاء الله نترأسوا المشاكل كما قلت أستاذ أكثر واضح. وكما قلت قبيلة أن هناك البعض اللي قدموا الكثير ومن غير يشوفني يعرف أنني كنقصدو، البعض الآن أيضا يعرف أنني كنقصدو.
والبعض الذي حاول أن يساوم صامت طالب، حاول بعض أن يساوم بأموال وبمناصب من إقليم ومن أحزاب محلية ووطنية، حاول بعض أن يساوم، حاول بعض أن يهدد قدر الإمكان، حاول بعض أن يضيق قدر الإمكان، ولكن الحمد لله أنا كنقولها دائما، هي إيد واحدة اللي عندنا ديرها في يد الله ما تخيبش، وديرها في يد بنادم تخيب، وعليه اللي محمي بالله عز وجل وعارف أن تزكيته من المواطن وغيشت المواطن وراه رجال وراه نساء، لكن اللي كنت يعني يراقبوا وكان يتخوفوا. ضحيت بالجميع، ضحيت بجميع المساومات اللي حاولوا أن يجوني بها. كما قلت اللي كيعرف أنه اتصل بيا واللي كيعرف أنه حاول يضيق عليا على المستوى الوطني غير أني كنتكلم معه الآن. ضحيت وواجهت هذه المساومات المبالغ طائلة بزاف، مبالغ كبيرة، ولكن على ما أظن وقلتها لهم بصريح العبارة أنه يعني كيف نقولوا الشخص النمرة غلط، صامد ماشي هو هذاك، صامد اللي كيعرف أنه صامد إنسان شريف، إنسان قانع باللي عطيه الله، وإنسان صامد فعلا ويواجه أي شخص من أجل المصلحة العليا ومصلحة هذا الإقليم الذي يسعى الحق ويسعى أننا نقدم كثير من أجله إن شاء الله. شكرا سي صامد. هل يوجد لديكم هدف أساسي ورئيسي تهدفون إلى تحقيقه في حال نجاحكم إن شاء الله؟ سأحقق كثير إن شاء الله. إن شاء الله. الخطابات اللي قمت بها هذه الأيام واللي جلست بها مجموعة من الأحياء وقعت واحد الصدى طيب اللي تكلمت فيها مع المواطنين القلب، بعيدا عن الحديث وراء الشاشات أو الحديث أو التعليمات المنازل. كنت مع المواطن القلب، كنت معه واضح، قلت له أني أقدم الكثير لكنني سأكون صالح، لا أعد بالجنة، لا أعد بالجنة التي وعد بها البعض. أنا بوجدور أولا خاصة نوصلوها للمستوى المقبول، بوجدور الحضيض نطلعوها للمستوى المقبول، بعد ذلك إن شاء الله نبلغ الأفضل. أما الوعود حزب التقدم الشرعي مسؤولية وطنية ومحلية، ديوانه السياسي ولجنته المركزية وقاعدته ومنظمة معمر، أي شخص فيهم وعد بالكذب، وعد بوعود ما كايناش ما يمكنش نحققوها، كنقولوا شنو قادين عليه، اللي قادين عليه اللي قلناه نديروه، وعليه بوجدور اللي كيظن أن صامد غير إن شاء الله بعد الترأس البلدية جنة في سنة أو ثلاث، هذا مستحيل. بوجدور اللي كنوعد به نردها أولا مدينة، نردها أولا جماعة حضرية، بوجدور اسم جماعة حضرية للأسف، جماعات وقرى في الداخل أحسن بوجدور، وعليه نرد بوجدور بعد المدينة، نرد بوجدور جماعة حضرية فيها حية فيها جميع مواصفات العيش الكريم المواطن. بالله عليك واش أحياء مظلمة، أحياء ما فيها ضوء، أحياء ما فيها الماء، واش غادي نلبس لنا بحي ما فيه الماء، غادي نلبس لنا بحي ما فيه الضوء؟ نقد الأمور بعدا، نعطي الأمور اللي هي بعد ضرورية العيش الكريم، الأمور بعد اللي هي ضرورية لحياة المواطن، بعد ذلك إن شاء الله الذي غاد أفضل إن شاء الله، فيه إن شاء الله مجموعة من الأمور اللي تخلينا إن شاء الله نضاهي أو نفوت إن شاء الله أقاليم أخرى بإذن الله. إن شاء الله. ما هو تصوركم ونظرتكم لشريحة الشباب وما يمكن أن تقدموا هذه الفئة للمجتمع المغربي في الجنوب، خاصة الجنوب؟ أقول للشباب البوجدوري أنني أفتخر بنفسي بصراحة، أنني مثلت أحسن تمثيل على مستوى الوطن وعلى المستوى المحلي، ومثلت أحسن تمثيل فين حاولوا الناس يساوموني وما قدوش عليا، فين حاولوا يقولوا ما قدوش عليا، فأنني مثلت أيها الشاب، بينت لهم أن الشاب هو الشاب اللي عنده ضمير حي، الشاب اللي هو الشاب اللي واعي، الشاب هو اللي ما يقدش أي شخص يشريه، والشاب هو اللي هدف الإقليم ديالو وحاجيات وتطلعات الإقليم هي الأسمى عنده بعيدا عن أي حسابات أخرى. شباب بوجدور كينتظروا الناس كثير، شباب بوجدور خاصهم مجموعة من الأمور، شباب بوجدور كيعاني بطالة للأسف يعني قاتلة. أنا على ما أظن كيف أظن الجميع كنتمي الحزب اللي كيشرف على وزارة التشريع، يا شباب بوجدور، ما غاديش عاوتاني نكذب عليك ونقول أنني غادي نضمن لك غدا وظيفة. الدولة واضحة في المسألة. إذا السيد صامد، وما هي خطتكم أو تصوركم المستقبلي
بالنسبة لهؤلاء الشباب وإشراكهم في الدور السياسي والاجتماعي. تماما. المسألة بغيت نقول أستاذ أننا ما كنوعدوش بوظيفة كيف كيوعد البعض باش يدوز المعهد ديالو، ولكن كنوعدوا أننا نجيبوا استثمار، لأن الشاب ما عنده يدير الوظيفة. الشاب اللي لقى شركات وسط الإقليم ما عنده يدير الوظيفة. الشاب اللي لقى استثمارات وسط الإقليم ما عنده يدير الشغل، ما عنده يدير الوظيفة. وكأنك تقول له ما كاينش استثمار وما كاينش وظيفة، هذا للأسف كتخليه أنه للأسف ينفر. هذا هو كنعيشوا نفور وعزوف واضح عن العمل السياسي. احنا المسؤولين، الهيئات السياسية المسؤولة، نجيبوا استثمارات، نكونوا منتخبين، نجيبوا الناس تخدم، ماشي وظيفة، ماشي توظيف مباشر، ولكن نجيبوا أعمال، نجيبوا استثمار، باش نوقفوا الاستثمار للأسف. أما كنعرف ناس في شركات كبيرة قاعدين في أقاليم أخرى، كنسولوا الديسيدير بعيدة عن العمل السياسي، غير كتاع الجمعة والتساديق ديالي، هبط راه ديال شنو شرب بوجوج، كيقول لي جيت بوجدور رفضوا أنهم يخلوني نخدم. هذا للأسف هذا عار، وعليه شباب بوجدور خاصهم يوفروا له جوع الأمور، يوفروا إن شاء الله عمل كيليق بمقامه، أو عارض أو شاب حاصل على دبلومات أو حتى ما حاصلش ابن الإقليم، ربى في الإقليم ولقاو للأسف كاس يعني عرض للأسف للبطالة والتهميش، ولقاو شباب للأسف اللي هما من حاشية شخص أو شخص آخر يعيشوا الثراء الفاحش. هذا عار، وهذا ينفع يتقلدوا أمام الله عز وجل. وعليه إن شاء الله يقبض هذه الرئاسة، واللي إن شاء الله احنا ماشيين في طريقها وغادي نحققها بإذن الله ونشدوها بإذن الله. كاين عمل كثير غنقوم به الشباب، نشاركوا في العمل السياسي، يشارك عن قناعة، ماشي يشارك بمأجور. كما كنعرف حملات انتخابية حالية، أعطيه دستور ديالها ويجي يخرج معك ويجلس معك 4 سوايع. لا، أنا بغيت يشارك معي عن قناعة وعلى قضية الشغل قال أن الحملة اللي حنا بها في مدة 10 أيام البارح، وهذه الأيام كتقال لي حملة سليمة، حملة أبناء معروفين وتشوفي الوجه، ماشي شباب في بلايص أخرى للأسف اللي بغاو توجهوا لأنه ما مشاركوش أنه مع هذه الهيئة، ولكن لأنه دفع له أجر جاء. أنا بغيت شباب يشاركوا معنا في العمل السياسي عن طواعية، ويشاركوا يحسوا أنهم مرتاحين، الحزب تقدروا مشاركين الحمد لله اللي فاتح بابه ديما وإن شاء الله دابا فتح الباب وانتم ديما تفتحينوا، وفين شدوا تدبير الشأن يعني الإقليم إن شاء الله، وشدوا تدبير محل الإقليم، غنقدموا الكثير هذه الشريحة هذه من شغل من خلال الاستثمار، ومن إن شاء الله في جمعيات تأثر جمعيات حية اللي نضمنوا لها إن شاء الله مشاريع مبادرة وطنية البشرية، ونضمنوا الكثير. بوجدور سهل العمل فيه، بوجدور خاصو غير الناس يكونوا جريئين، وخاصو الناس يكونوا غير على الإقليم. بوجدور ما يديروش به بعيد إلى درنا مجلس فيه ناس اللي قلت غيورين وعندهم ان شاء الله غير على هذا التكليف ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا سيد بالتوفيق سامي، بالتوفيق. وموعدنا ان شاء الله يوم 4 شتنبر ان شاء الله بنتائج ايجابيه ان شاء الله. نتائج ايجابيه ان شاء الله. شكرا جزيلا.